برام الرز المدسوس ملك السفرة، وعلشان يطلع معاكي الملك لازم تعمليه بالطريقة دي بطعم وريحة تجنن. يلا نشوف عملناه ازاي. نحضر البرام اللي هيدخل الفرن، ونغسل الرز ونصفيه كويس قوي من المية، ونبدأ نضيفه في البرام، ونظبط الملح على قد مقدار الرز. واللي هيخلي الرز مميز وطعمه غني معاكي اللبن اللي هو الأساس. بجيب اللبن الجاموسي العادي من السوبر ماركت، وابدأ أغليه واسيبه من بالليل للصبح، بيبدأ يكون طبقة قشطة محترمة. ببدأ بقى أشيل طبقة القشطة دي وأغلي اللبن قبل ما أضيفه على الرز، وتنزلي باللبن سخن يا ست الكل كده على الرز علشان ياخد وش تحت الشواية على طول وما ياخدش وقت. وعادي تضيفي اللبن بارد، مفيش أي مشكلة. وفاكرين القشطة اللي شلناها من وش اللبن؟ هي دي هتاخدي منها بقى معلقتين محترمين كده وتحطيهم على وش البرام، وكمان تبدأي تزودي شوية مية صغيرين. وبس كده بقى أحلى برام رز مدسوس. بتدخليه الفرن يكون شغال من فوق ومن تحت الشواية، تمام. واول ما ياخد وش كده ويبدأ يتشرب بتطلعيه، وتضيفي بقى الإيدام بتاعه اللي هو شوية زيت على شوية سمنة بلدي كده، ويا عيني يا سلام على الريحة. تبدأي كده تفتحي له فتحات بسيطة كده بالمعلقة، وتزقيه الإيدام بتاعه اللي هي السمنة البلدي وشوية زيت صغيرين، تمام. وتدخليه تاني وتهدي النار بقى في الفرن وتغطيه، وتسيبيه يستوي على نار هادية براحته خالص. ولازم تجربيه علشان تشمي الريحة الخطيرة اللي أنا شماها دي. بجد أحلى برام رز مدسوس هتعمليه، وطعمه يجنن وواخد تسوية مظبوطة جدا جدا. اعمليه بطريقتي وهيطلع معاكي ملك السفرة وكمان ملك العزومات. واوعي تنسي اللايك والمتابعة، وتقوليلي رأيك تحت في التعليقات.